السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نفتتحوا هذا الفيديو بالصلاة والسلام على سيد الخلق والانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خوتي، فيما يخص مسابقة توظيف مشرفي التربية، المسابقة خوتي ان شاء الله راح تنظم عن قريب باذن الله. فيما يخص الاعلان الرسمي مازال ما كاش اعلان رسمي، ولكن شاهدوا واش قال وزير التربية في هذا الفيديو ومن بعد نرجع لكم. إطلاق مسابقة توظيف مشرفين تربويين قريبا، هذا ما كشف عنه وزير التربية الوطنية حكيم بالعابد نقلا عن نائب برلماني، حيث أكد أن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير لإطلاق المسابقة في أقرب الأجل. الإعلان عن تنظيم مسابقة خاصة بالمشرفين التربويين بالتأكيد هو شيء نتمنه في المجلس الوطني المستقل لمديرية الثانويات، لأن هذا السلك هناك فيه عجز كبير على مستوى خاصة بعض الثانويات والمتوسطات. والمعلوم أن في هذا السلك يعني لو أن وغيره طبعا من الأسلاك الإدارية أن هناك بعض العجز، وعندما يكون هناك عجز في مثل هذه الأسلاك وفي مثل هذه الرتب فهذا يؤثر على السير الحسن للمؤسسات التربوية. عجز كبير في صفوف المشرفين التربويين على مستوى مختلف المؤسسات التربوية سجلته المصالح المعنية منذ بداية الدخول المدرسي، ما قد يؤثر سلبا على الطاقم البيداغوجي وبالتالي على العملية التربوية. نحن ندعو إلى ضرورة أن تغطى هذه المناصب وأن يغطى هذا العجز حتى يتمكن مدراء الثانويات ومدراء المؤسسات التربوية من أداء مهامهم في أريحية تامة، ويؤثر ذلك بالتأكيد على المردود التربوي والمردود البيداغوجي للتلاميذ. عملية التوظيف المتتالية في قطاع التربية من شأنها سد العجز المسجل في الطاقم التربوي، وهو ما سينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية برمتها. يعني فيها خير إن شاء الله، وراح نوافيكم بكل جديد فيما يخص هذه المسابقة. كل ما عليكم دعم القناة والاشتراك ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.